اخر كلام في خطوات توثيق الديجيتال سات كالاتي: بفضل الله تمت الاستجابه السريعه لاستغاثات اولياء الامور، وتم ابلاغ الادارات المعنيه بالتحديثات الاخيره الخاصه بتوثيق الديجيتال سات. وبعد ما كانت الامد ايست لغايه امبارح الظهر متعنته ومش راضيه توثق للولاد شهاداتهم، تم التواصل معها من قبل مختصين كبار في وزاره التربيه والتعليم، والحمد لله دلوقتي بيتم التوثيق عادي جدا. وبناء عليه اخر كلام في خطوات توثيق الديجيتال سات كالاتي: اولا اصل الشهاده المعتمده من الامد ايست بعد توثيقها واستلامها من مقرهم في الدقي. ثانيا صوره من بطاقه الطالب او ولي امره. ثالثا شهاده قيد من المدرسه المسجل بها الطالب. رابعا حواله بريديه باسم الاداره العامه للامتحانات بمبلغ وقدره 100 جنيه، وعنوان الاداره العامه للامتحانات 16 شارع امين سامي السيده زينب بجوار عماره روزا يوسف. وبكده يبقى توثيق الامد ايست للطلبه خارج مصر وداخل مصر. بيضيف عليها طلبه داخل مصر انهم محتاجين ختم الاداره العامه للامتحانات في وزاره التربيه والتعليم. طبعا انا مقدره جدا قلق اولياء الامور واستعجالهم في توثيق الشهادات عشان يقدموا على الجامعه، بس انا في رايي يا ريت ناجل مشوار التوثيق ده لغايه اول الاسبوع الجاي، لان لغايه دلوقتي في بلبله وفي حاجات مش واضحه، فممكن تضطر تروح مره واتنين، فخليك احسن اول الاسبوع الجاي. اما بالنسبه للاشاعه المنتشره ان الطالب اللي وثق شهادته من الخارجيه من بدري انه مش هيحتاج ختم الاداره العامه للامتحانات، فده كلام للاسف غير صحيح، لان تم التواصل بالفعل مع بعض الجامعات واكدوا انهم هيحتاجوا ختم الاداره العامه للامتحانات سواء وثق من بدري في الخارجيه او لسه. وبناء عليه هي هتطلب تاني من كل اللي وثق من الخارجيه انه يرجع تاني يوثق من الاداره العامه للامتحانات. يا ريت تكتب لنا في التعليقات لو كنت وثقت شهادتك ايه اللي حصل بالظبط وتجربتك كانت عامله ازاي عشان يستفيد بها غيرك. اي سؤال، اي مساعده، اي استفسار، مسجات الصفحه او الواتساب اللي هيظهر لك على الشاشه.